اهلا بيكم مشاهدينا في برنامجكم من الاول للاخر. اي حكايه لما بتحصل او اي حدث لما بيحصل لازم يكون ليه اول واخر، وده اللي هنعرفه عن اي حكايه واي حدث هتحصل في برنامجنا. انا معاكم مصطفى عبد الباقي في برنامجكم من الاول للاخر. حكايتنا النهارده في برنامجنا من الاول للاخر هتكون عن الحرب الاوكرانيه الروسيه. مفيش حاجه دلوقتي على لسان اي انسان في العالم غير حكايه الحرب الاوكرانيه، وليه روسيا بتغزو اوكرانيا جارتها واللي كانت في يوم من الايام حليف للدب الروسي. خلينا نعرف الحكايه من الاول للاخر. روسيا طول عمرها من اول ما بدات من 1100 سنه وهي حاسه انها دوله ضعيفه، موقعها الجغرافي مضيعها، بلد مفتوحه من كل ناحيه، وعلى مر السنين وهي بتحاول تدور على حل للازمه دي. فكان الحل الوحيد انهم يوسعوا بلدهم لحد ما يوصلوا لحدود تحميهم، وفعلا فضلوا يوسعوها من ناحيه الشرق لحد ما وصلوا لجبال الاورال، وقالوا ناخد سيبيريا معانا عشان اللي يفكر يدخل من ناحيه الشرق يفضل ماشي في سيبيريا لحد ما يتجمد، ولو عدى منها يا صديقي يلاقي في وشه سلسله جبال واصله للسماء، وكده يكونوا امنوا حدودهم من الشرق. بس لسه فاضل كده الغرب من ناحيه السهل الاوروبي، ودي منطقه مفتوحه ما فيهاش لا جبال ولا تلج. فيعملوا ايه؟ قالوا مفيش حل غير اننا نتحالف مع الدول اللي جنبنا، اللي هي اوكرانيا، بيلاروسيا، بولندا، وكل الدول اللي جيران ليها. وده اللي فعلا حصل، واتحالفت روسيا مع كل جيرانها وكونوا الاتحاد السوفيتي، واصبحوا كانهم دوله واحده بيحكمهم سياسه واحده ورئيس واحد وجيش واحد واقتصاد واحد. وسنه 1922 اتكون الاتحاد السوفيتي بقياده روسيا، وكده تبقى روسيا امنت حدودها من جانب الغرب، ومفيش مجنون يقدر يقرب من قوة عظمى بالحجم ده. لا بالعكس يا صديقي، كان في مجنون واحد بس، ايوه سمعك، هو هتلر. وقال انا اللي هدخل روسيا في حرب عالمية تانية، ودي طبعا كانت حاجة عادية. ده دخل فرنسا واكل جيلاتي زي ما بيقولوا على قبر نابليون، ولا تهز ليه اي حاجة. ولكن هنا حصل مفاجأة، هتلر ما قدرش على السوفيت، وصحيح هزموه بطلوع الروح، ولكن العبرة بالخواتيم يا صديقي. وبكده استراتيجية السوفيت نجحت في تأمين حدودهم الغربية. وبعد الحرب دي العالم كله اتغير، الدول العظمى فرنسا وبريطانيا راحت عليهم خلاص، والدولة العثمانية راحت برضه، وضيف عليهم ألمانيا اللي وقعت مع هتلر. كده مفيش غير مين؟ هما اتنين، أمريكا والسوفيت. كل قوة منهم عايزة تثبت إنها هي الأقوى. وبدأت الحرب الباردة في أواخر الأربعينات، وقامت أمريكا بنفس اللي عملته روسيا، وبدأت إنها تعمل تحالفات مع أصدقائها، ومن هنا ظهر حلف الناتو. روسيا تسكت؟ لا طبعا، قامت هي كمان عملت زي أمريكا وكونت حلف اسمه وارسو، وأصبح كل حلف فيهم بيدور على إنه إزاي يضم أكبر عدد من الدول معاه. وبدأت بقى حروب نفسية وسياسية واقتصادية، والحمد لله إنهم ما دخلوش في حروب عسكرية، لأنهم تأكدوا إن أي حرب هيدخلوها هتقضي على البشرية كلها. ولكن الحرب الباردة دي استمرت 40 سنة، ومع ذلك هي اللي دمرت السوفيت، لأن الاقتصاد السوفيتي اتدمر بسبب سياسته مع أمريكا، وسياسة الراس بالراس والند بالند. وأمريكا الدولة الرأسمالية الغنية، أما السوفيت لما بيطوروا صاروخ بيجوعوا الشعب، والشعب طفح بيه الكيل. بدأوا يحسوا بالتغيير اللي حصل في أمريكا من مباني وازدهارات وكافيهات وماكدونالدز بقى وبيبسي وحاجات كتير يا صديقي. أما ده الشعب السوفيتي بيعاني من السياسة دي. واستمرت الحرب الباردة لسنة 1991، وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي اللي كان قبله تصالح روسيا مع أمريكا سنة 1985. أصبح أعداء الدول الاتحاد السوفيتي بيعانوا وفي حالة استغراب إن هم طول الفترة دي كلها في حرب مع أمريكا وسياسة الراس بالراس، وروسيا بتتحالف مع أمريكا. فبدأت كل دولة من دول الاتحاد بتنشق عن الاتحاد، وبدأت كل دولة تدور على مصالحها لحد ما تفكك الاتحاد السوفيتي. وكده تكون رجعت روسيا لمشكلتها القديمة وهي الحدود الغربية. ولسه كمان في مشكلة، لما تفكك الاتحاد السوفيتي حصلت خناقة كبيرة جدا بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا. على إيه الخناقة دي؟ على مين ياخد السلاح النووي بتاع الاتحاد. وأكيد روسيا أخذت النصيب الأكبر من الرؤوس، وأوكرانيا وبيلاروسيا كل دولة أخذت نصيب على قدها كده وماسكة فيه. ستوب، في ايرور هنا. أمريكا بتقول إيه ده؟ بقى أنا بعد ما كنت واقفة قصاد تحالف واحد وقوة نووية واحدة دلوقتي بقى 3؟ طبعا ما سكتتش، قامت بالضغط على أوكرانيا وبيلاروسيا ليتنازلوا عن السلاح بتاعهم النووي لروسيا،
لأن أوكرانيا كانت هتكون ثالث قوة نووية بعد أمريكا وروسيا طبعا. واتفقت أمريكا مع أوكرانيا على التسليم لروسيا، ولكن أوكرانيا اشترطت إن روسيا ما تاخدش أي حاجة من أرضها، وكمان تكون جزيرة القرم تحت سيطرتها وروسيا تعترف بحدودنا. طبعا روسيا وافقت على شروط أوكرانيا لأن كان هدفها هو في الوقت ده إنها تمتلك سلاح أوكرانيا النووي. فترة التسعينات دي كانت فترة عصيبة على روسيا، وقدمت فيها كتير جدا من التنازلات، وكل اللي كان عايز حاجة من روسيا أخدها منها. هل الحال ده هيفضل كده على طول؟ لا طبعا، لحد سنة 1999 وظهر بوتين، راجل مخابراتي قديم، كان 16 سنة جاسوس، وعلى طول رافع شعارات الديمقراطية والرأسمالية والحب للعالم كله، وكل العالم فرح جدا بيه بما فيهم الأمريكان، حبوه وقالوا ده لطيف ومسالم. وده كان أول عمل يقدر بوتين يعمله بإنه يثبت العالم كله. عامل مقلب عليهم كده لحد ما يرجع أمجاد السوفييت من تاني ويسيطر على الدول اللي حواليه. وفضلت الدنيا ماشية لحد سنة 2014 وحصلت ثورة على أوكرانيا على الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وده كان محب جدا لروسيا وحليف ليهم. ولما وصلت الحكومة الجديدة أصبحت في اتجاه الغرب. روسيا ما عجبهاش الكلام ده، قالت هو إيه اللي بيحصل؟ طب أنا هقوم وهاخد شبه جزيرة القرم من تاني. ثانية، يا إيه حكاية جزيرة القرم اللي هم بيتخانقوا عليها دي؟ ببساطة شديدة الجزيرة دي هي المنفذ الوحيد الروسي على المياه، فلو أوكرانيا أصبحت حبيبة للغرب ومتحالفة معاهم هتبقى روسيا تحت رحمتهم. فروسيا قالت تبقى دي مسألة أمن قومي مفيش فيها تنازل. أوكرانيا قالت أنا كده هنضم لحلف الناتو. الموضوع كده بقى كبير، وأمريكا عايزة تكون على حدود روسيا بجيشها تحت ستارة إيه؟ حلف الناتو. طبعا أنت عمال تقول حلف الناتو حلف الناتو، وإحنا ما اتكلمناش عن حلف الناتو، بس هنقول عنه نبذة مختصرة كده. حلف الناتو هو اتفاقية دفاع مشترك، بمعنى إن كل الدول المشتركة في الحلف يدافعوا عن بعضهم في مواجهة أي خطر يهدد أي دولة فيهم. وأمريكا وفرنسا وبريطانيا أعضاء دائمين في الحلف. كده الرؤية اتضحت. روسيا بتضرب أوكرانيا ليه؟ بس تعال نكمل ونشوف الدب الروسي قال إيه. قال أوكرانيا هتجيب أعدائي بسلاح ودباباته لحد حدودي. طيب مفيش أوكرانيا ولا حاجة، وضرب القوانين الدولية والعقوبات في الأرض، وقال لك طز في كل حاجة وفي أي عقوبات ممكن تحصل لي تخليني يهدد أمن القومي، وكده كده مش فارقة، ده عدو هيبقى على حدودي، هستنى إيه تاني؟ ما ينفعش يسكت، لأن السوفيت لو سكت هيبته هتروح، ده أقوى تاني جيش في العالم، ولو دخل أوكرانيا هيقابل بقى من عقوبات وحرب ومشاكل اقتصادية وكتير من كده. هتقولي انت كده واقف مع بوتين؟ هقولك لا طبعا، تعال نفهم مع بعض، وبعدين احنا لا واقفين مع ده ولا مع ده. امريكا على مر تاريخها بتستخدم سياسة الاختيار في مصلحتها، دايما بتدخل اعدائها وكل الدول في اختيارات بتصب في مصلحتها هي وبس. سياسة قذرة طبعا، يعني لو روسيا دخلت ودمرت اوكرانيا او حتى بقت حليفة ليها ده هيبقى نجاح مؤقت لروسيا، لان كده هتظهر بشكل الدولة المعتدية على حقوق الغير وهتكسب اوكرانيا، بس هتخسر العالم كله سياسيا. ولو فشلت هيبقى برضو امريكا كسبان، لان كده روسيا هتدخل في حرب عصابات وشوارع مش هتخرج منها. وزي ما شايفين اوكرانيا بتناشد كل العالم عشان يتحالف معاها ويساعدها، وكده تبقى امريكا خلصت من روسيا اللي مصدعاها زي ما بيقولوا. بس هل روسيا بالسذاجة دي؟ لا طبعا. روسيا في حروبها القديمة كانت بتدخل اي بلد تخربها وتقتل فيها عسكريين ومدنيين زي ما يحصل، لكن المرة دي روسيا عارفة هي بتعمل ايه كويس، ودخلت اوكرانيا علشان تحقق اهداف عسكرية وسياسية فقط، وانه ما يحصلش اي خسائر مدنية بحيث انها ما تخسرش شكلها وشعبيتها قدام العالم. لحد دلوقتي روسيا ضربت اكتر من 600 صاروخ على اماكن عسكرية وبنية تحتية فقط. الغرب يسكت؟ لا طبعا، عقوبات فظيعة على روسيا، هي ولا همها، وقالت انها مش محتاجة حاجة ولا محتاجة العلاقات الدولية ولا محتاجة اي حاجة، وطلعت كمان قوائم باسماء الدول اللي معاها واللي عليها. بالبلد كده روسيا بتستخدم نفس سياسة امريكا المرة دي، ودخلت الغرب في اختيارات بتصب في مصلحتها هي وبس، وقالت انها مش بتعتدي على مدنيين، ده كمان عملت ممرات ليهم امنة لحد ما يخرجوا من المدن. وبكده شكل الغرب بقى محرج جدا، مش عارف يعمل ايه، ومفيش قدامه غير 3 حلول بس، يا يقفوا يتفرجوا على روسيا او انهم يدخلوا معاها في حرب، وهم اعلنوا صراحة كده انهم مش في استعداد تام انهم يدخلوا الحرب دي مع روسيا،
أو ضدها. يبقى أضعف الإيمان يا صديقي إنهم يفرضوا عليها عقوبات، وهو ده اللي بيحصل معاها. شوية امتدادات لأوكرانيا علشان شكلهم قدام العالم ومحدش يقول عليهم حاجة، وأصبحوا كده في موقف لا يحسد عليه، لأن روسيا لو كسبت الحرب من غير مجازر مدنية ولا أي خسائر لجيشها يبقى لعبتها صح وعلمت عليهم. طب أوكرانيا بتعمل إيه؟ أوكرانيا بتناشد العالم يقف معاها على الأقل، على الأقل يفرض حظر جوي أو حتى سلاح هجومي. طبعا محدش بيرد عليها ولا بيعبرها، بس يا دوبك شوية إمدادات طبية، أسلحة خفيفة يقدروا يدافعوا بيها عن نفسهم، لأنهم لو عملوا اللي أوكرانيا بتقول عليه يبقى كده بيعلنوا الحرب على روسيا، ومفيش حد مستعد يدخل الحرب مع روسيا، لأن يا صديقي الطاقة والاقتصاد على قدها شوية اليومين دول، ولسه العالم مشمش نفسه من كورونا، ومفيش اقتصاد دولة قادر يشم نفسه لحد دلوقتي. بمعنى كده إن الغرب باعوا أوكرانيا، بقت لوحدها قدام روسيا، وروسيا قالت مش هخرج من الحرب دي إلا لما أحقق أهدافي، ولازم آخد كل السلاح اللي مع أوكرانيا بالكامل. وفي النهاية كلنا ضد أي حرب، لأن الحرب مبيحصلش من وراها حاجة غير الخسائر اللي بتعود على الشعوب. وزي ما شايفين الشعب الأوكراني ساب بلده وبقى لاجئ على الحدود ومستني أي دولة تسمح ليه إنه يدخل. حتى الشعب الروسي نفسه متضرر، لأن العقوبات اللي اتفرضت على روسيا هتأثر على الاقتصاد الروسي، اللي أي نعم لسه ما أثرتش أوي بس هتأثر لقدام. لما تشوف تقييم الموقف الروسي هتقول إن ده طبيعي جدا. دولة بحجم روسيا طبيعي إنها تأمن وتحافظ حدودها وأمنها القومي. ومش هنروح بعيد ولا حاجة، أمريكا نفسها عملت أوحش من كده وأكتر من اللي عملته روسيا بكتير. دي قلبت الدنيا كلها لما كوبا والدومينيكان تحالفوا مع السوفيت وجابوا السلاح النووي لحد الحدود الجنوبية لأمريكا، واتعاملت أمريكا بمنتهى الوحشية وبعتت 22,000 وحدة عسكرية واحتلت الدومينيكان وشالت النظام الشيوعي اللي هيجيب لهم السوفيت لحد بابهم. يعني يا صديقي الموضوع مش جديد، وأمريكا نفسها عملت كده وأوحش من كده كمان. بس احنا أكيد كلنا بنتمنى الحرب دي تخلص على خير من غير أي خسائر أكتر. طبعا أول ما الحرب بدأت كنا بنقول الحرب دي هتخلص في 3-4 أيام وروسيا هتخلصها بدري. دلوقتي احنا داخلين أكتر من 4 شهور ومحدش لسه عارف هنوصل على فين. أشكركم لمتابعتكم. مصطفى عبد الله.